في نوع من أنواع السحر لو اتعملك ممكن حياتك تقف بالكامل من غير ما تسمع ولا كلمة ومن غير ما تشوف أي أثر. اسمه السحر الصامت، وده أخطر أنواع السحر لأنه بيتعمل بالنية فقط، لا دعاء ولا طقوس ولا حتى كلام، بس الشر نازل عليك وانت في مكانك. بيتعمل من شعرك، ضوافرك أو هدومك اللي فيها ريحة جسمك، وبيتلف بخيط معين ويتحط في أماكن محددة تحت الأرض أو وسط تراب المقابر. والورقة اللي عليها الطلسم لو اتحرقت وانت نايم انت اللي بتحس بالحرقة على جسمك. صداع، وجع، خنقة، مفيش أي دكتور يقدر يشخصك. في سحرة بيستخدموا دمى ويحطوا فيها ضوافرك أو صورة ليك ويكتبوا عليها طلاسم سفلية، وكل طعنة في الدنيا بتتحول لوجع في جسمك. لو لقيت حاجة غريبة قدام باب بيتك، كيس تراب، دبلة مقفولة بخيط أو دبابيس، اوعى تلمسهم، لأن دي أدوات السحر الصامت، مجرد لمستها ممكن تفتح عليك باب جحيم. الضحية بيصحى كل يوم تعبان، مرعوب، كوابيس، كل الناس بتبعد عنه، شغله يضيع، وعمره ما يعرف إن ده سببه طقس صامت اتعمله وهو مش داري. عارف ايه المرعب فعلا؟ ان ممكن يكون انت دلوقتي معمول لك سحر وانت بتسمعني، وكل اللي بيحصل لك في حياتك ما يكونش صدفة. استنى الجزء الجاي، يمكن تكتشف الحقيقة أو يمكن هي اللي تكتشفك.